كل الجديد والحصري على قناة المصمم أبو شروق الدار حامدي. الجمهور الكريم، زي ما عودناكم في كل مساحة شعرية بنطلع عليكم بشاعر مختلف بكلماته وبكل تفاصيله المتنوعة. اليوم بالتأكيد حيكون حاضر معانا ومعاكم الشاعر حسب الرسول عبد الله الدسامين، حبابك الشاعر حسب الرسول وحباب كل الجمهور الجميل المتابع هذه المساحة الشعرية. أهلا ومرحبا بك، ويمكن للمرة الثانية تطلع علينا في هذا البرنامج، ولكن هذه المساحة وفي هذه السانحة الطيبة حابين نسمع منك كلمات جميلة، فياريت تسمعنا حتقول لنا شنو في حبابك. حبابك بعد غياب طويل الشاعرة والإعلامية نصرة بنت إشكال، وأنا سعيد أن نكون ضيف للمرة الثانية في برنامج إبداع أينما كان. لك التحية والتحية من خلفك لكل سامعنا الكريم. طرفة الطالبات كانت جميلة بجد، ربنا يحفظهن ويوفقهن. قلت مشيت المدرسة عشان نقرأ ونتعلم، غاية جمال الطالبات ده لا بكفيه حرف غافية ولا نم. نحن 3 رابعنا العذاب وخامسنا الهم، واحد جنة واحد انصدم، وأنا أصبحت ماسح ذاكرة لم نسمع ولم نتكلم. يا السمحات يا السماح كان يشل الفكر، عن قريب إن شاء الله عاشق كان بيجينا بالسهار الطفر. البقول صلى الليل وأهل ذكر، يوم شافوك النساء أي حاجة فكروا اللي في كتابات الشعر. يا الحراسي كان شوب وبلقى الناس متحدر، عشان سماح كان ده مالي فيه كان 2000 دفتر ومكمل 1000 قلم حبر. قاطعات شت البرة والقعدات جوا الفصل، ناس سنة أولى بسمتهم بتجننك بتخليك من دون سبب ليضلك بتحمر، وناس المتوسطة نظرتهم سريعة كروزل طبلون مقفل. يوم جيتكم في المدرسة قعدت براي من غيب ومن حضر، والشاف كان كله حرس القوش ولعربات الزلط براه يؤشر. يوم جيتكم في المدرسة قعدت براي من غيب ومن حضر، والشاف كان كله حرس القوش ولعربات الزلط براه يؤشر. مع ود واحترام للمستمع الكريم حسب الرسول عبد الله الدسامين. دمتم في أمان الله، تحيات توصل للجميع. يا هلا. شكرا جزيلا الشاعر حسب الرسول عبد الله الدسامين على هذه الرسالة الجميلة، وبالتأكيد سعدنا بوجودك معنا في هذه المساحة الشعرية من برنامجنا الجميل. فأكيد حطلع لنا في مساحات شعرية قادمة بإذن الله تعالى نسمع فيها الكثير من الكتابات والأعمال الشعرية المختلفة والمتنوعة. في الختام نقول لكم تقبلوا عطر تحياتي والفريق العامل، كانت معكم في التقديم الإعلامية والشاعرة نصرة بنت إشكال. كل الجديد والحصري على قناة المصمم أبو شروق الدار حامدي.